أبوها ما وقفش عياط وأمها عملت لها أغنية مخصوصة. نيلي رقصت على 1:30 ولبلبة كانت ولا بنت في العشرين. ياسر جلال مش بيروح أي مناسبات وكان موجود، واللي عمله محدش يصدقه أبدا. وجود ماجدة زكي في مناسبات كتير بقى مثير للجدل. يا ترى إيه اللي حصل في فرح حفيدة الفنانة الراحلة فيروز واللي جدها بدر الدين جمجوم؟ ومعقول اللي أبوها عمله ده في نص الفرح؟ ووالدتها حكايتها إيه؟ وليه عملت اللي عملته؟ تفاصيل كتير عن الفرح هتعرفوها في الفيديو ده، خليكم معانا للآخر وانتوا هتعرفوا إيه الحكاية. عروسة زي القمر فيها شبه من جدتها وكمان من عيلة أبوها، تشوفها تقول من زمن تاني بعيد عن الزمن اللي احنا فيه دلوقتي. ملامحها رقيقة تشبه جدتها فيروز كتير. ودي كانت العروسة نور حفيدة فيروز أخت نيلي وكمان حفيدة بدر الدين جمجوم. نور هي بنت أيمن ابن فيروز وبدر الدين واللي ما كانش بيظهر وناس كتير مش عارفة ملامحه، بس المفاجأة بقى إنه شبه والده الخالق الناطق في كل الملامح والتصرفات. أيمن زف بنته نور لعريسها وهو الفرحة مش سايعاه وما سابهاش في إيد عريسها ومشي، لا ده فضل واقف معاها وجنبها ورقص معاها طول الزفة، وبعدين إداها لعريسها وهو قلبه مش جايبه. ده غير بقى أول رقصة في الفرح واللي كانت رقصته مع بنته وما كانش عايز يخليها خالص تسيب حضنه أبدا، ودموعه ما وقفتش وهو بيرقص معاها ولا ثانية. وكان أيمن مش مصدق إنها خلاص مش هتروح معاه على البيت تاني، وفضل بقى يبوس فيها ويحضنها، ولما لقى نفسه مش عارف يتمالك أعصابه سابها وجري من على البيست خالص. الناس والمعازيم كانوا بيحاولوا يهدوا فيه طول الوقت. أما بقى والدتها فكانت عايزة تعمل لها حاجة مختلفة وما اتعملتش قبل كده، قدمت لها أغنية مخصوص علشانها وهي كمان اللي غنتها. كل المعازيم كانوا قاعدين بيسمعوها، طبعا أهل العروسة كان ليهم حضور خاص، فكانت نيلي واللي في مقام جدتها موجودة. ورغم إن حركاتها وكلامها بقوا صعبين شوية بس هي كانت واقفة جنب حفيدتها وبترقص معاها. وكمان العريس والعروسة أخدوها بينهم وكانوا مبسوطين بيها وهي كانت بترقص معاهم وباين عليها الفرحة لحفيدتها، واللي كانت بقى ولا كأنها بنت في العشرين وسط العريس والعروسة هي لبلبة. ودي بقى تبقى هي ونيلي ولاد خال وولاد عمة. ودي بقى كانت حكايتها حكاية من أول الفستان اللي في منتهى الشياكة لحد رقصها على 1:30 ولا كأن عدى عليها سن ولا عمر. كان اللي يشوفها يمسك الخشب من حلاوتها. وعشان الفرح كان مليان مفاجآت، فكانت من المفاجآت دي هي حضور ياسر جلال اللي مش بيكون موجود في مناسبات كتير عامة خالص. ده غير بقى ماجدة زكي واللي بقى لها فترة كده الكل ملاحظ انها موجودة في افراح كتير بعد ما كانت مش بتظهر خالص في اي مناسبة. كل مرة بتبقى شياكتها احلى من اللي قبلها. وطبعا كل اللي كانوا موجودين مبسوطين بوجود نيلي حواليهم وكانوا بيجروا عشان يتصوروا معاها، وهي كانت كيوت زي ما معروف عنها طول عمرها. انتم بقى ايه اكتر حاجة لفتت انتباهكم في الفرح؟